السلام عليكم ورحمة الله. في ظل ارتفاع أسعار الذهب والدولار وارتفاع أسعار الأغذية والأكل والشرب واللحوم، جايبالكم فكرة حلوة قوي. كفاية بقى نشتري اريال اوتوماتيك بأسعار خيالية. هنضاعف الكمية اللي عندنا بمكونات سهلة وبسيطة جدا، ومكونات تعتبر ببلاش. اتمنى تتابعوا الفيديو للاخر عشان كل الافكار اللي عندنا النهارده مفيده جدا، ومكونات هتسهل عليك وتيسر عليك حياتك هتساعدك في توفير دخلك وتوفير الميزانيه. اتمنى تتابعوا الفيديو وان شاء الله تستفادوا جدا جدا جدا. النهائي عندك هيكون جميل جدا وهتضاعف الكميه. اولا ال 12 كيلو دول تقريبا الشكاره دي حلوه قوي يا جماعه. انا يعني حابة ان انا اظهرها لكم في الفيديو لانها اقتصادية جدا وعملية جدا وموفرة جدا جدا جدا. دي تقريبا شكارة 12 كيلو، جايبة عليهم حوالي كيس من الاريال العادي، و2 كيلو فلت اريال فلت. يعني الكيلو ب20 جنيه، يعني هم تقريبا كلهم ما يتراوحوش حوالي او كيلو ونص تقريبا اريال عادي. الكيلو ب20 جنيه، يعني ب30 و20 الاريا الكيس ده حوالي كلهم 50 جنيه. يعني دول اللي اشتريتهم، لكن باقي المكونات كلها من بيتي. المكونات اللي هقول لكم عليها مكونات سهلة جدا ومش مش هتكلفك حاجة، لكن هتضاعف عندك كمية الشكارة الاوتوماتيك اللي انت هتجيبيها دي. يعني وهتيجي النتيجة عندك حلوة جدا. تابعوا معايا الفيديو والخطوات. جايبه لكم 5 مكونات تحفة. هيضاعفوا معاك الكمية ان شاء الله بإذن الله. اولا يا جماعة، الاضافات اللي هنضيفها النهاردة، هنضيف اضافات يعني تحافظ على انسجة الملابس وتعمل على تنقية وزيادة النظافة. أول مكونات النهاردة هي الصودا آش أو الزهرة البيضاء. الصودا الآش أو الزهرة البيضاء يا جماعة أنا جايبة كيلو، وزي ما انتم شايفين كده الكيلو ده. أولا يا جماعة الزهرة البيضاء دي مكون أساسي في كل المساحيق الأوتوماتيك أو العادية، فهنا بنستخدمها حلو خالص وجميلة جدا، ومن الحاجات اللي بتنظف وبتساعد على إزالة البقع وتثبت الألوان، وحلو قوي في الغسيل. المكون الثالث اللي عندنا النهارده، وعلى فكرة الصودا اش او الزهرة البيضاء موجودة برضو في البيت. لو مش موجودة هاتي الكيلو، تقريبا كيلو، تقريبا كيلو كده طالع ب30، بس انا عندي كمية يعني فاستخدمتها. هنحط ملح الليمون 4 معالق من ملح الليمون. ملح الليمون مهم جدا يا جماعة في الوصفة بتاعت النهارده، وهقول لكم البياض من ملح الليمون ممكن تقللي الكمية، تحطي 3 ملاعق. وكذلك يزيل تزوديش ملح الليمون قوي يا جماعة. مهم جدا استخدامنا الملح الليمون، ان انا عايزة اقلل رغوة الاريال الملابس في المية السخنة، وملح الليمون بيدينا نتيجة حلوة قوي بصي، فده اللي بيخليني ممكن لو ملابس بيضاء ممكن ينقع في ماء ساخن وملح الليمون كده يا جماعة. مكون مهم جدا، وده المكون الجديد لأول مرة، مكون الرابع النهارده والرابع خرافي جدا، اللي هو الملح الخشن أو ملح الطعام الخشن. لونها جميل جدا والبياض بتاعها ناصع وحلو قوي. الطعام الخشن كذلك الملح الليمون يسدد والأول مرة ممكن في حياتكم تسمعوا الفكرة دي، وتسمعوا إن احنا بنحط ملح الطعام أو معقم الملابس في مع الغسيل، وهقول لكم ليه بنحطه وفوائده الحلوه قوي اللي اول مره تعرفيه. الملح الليمون اولا ملح الغسيل بيخلي الملابس، يعطي الملابس ملمس ناعم وجميل جدا. بيزيل لك كمان الروائح الكريهه في الملابس، لو الملابس ذات رائحه بالذات في فصل الصيف. يخلصنا من بقع الشحوم والبقع الدهنيه. كمان يخلصنا من ممكن استخدامه للتخلص من بقع الدم، ان احنا نوضع بعض. هقول لكم ازاي تخلص من البقع الشحوم. توضع كمية من الملح على المنطقة اللي فيها او القماشة اللي بيها البقعة. يساعد لما تيجي بقى ممكن نحط عليها برضو ايه يا جماعة كمية من مسحوق الغسيل. نفس الحكاية برضو من بقع الدم. نرطب المنطقة اللي فيها بقع الدم بالماء البارد ورش الملح عليها، ثم تدعك بواسطة اليد أو اسفنجة. هنلاقي بقع الدم دي اختفت. كمان مهم جدا يا جماعة ملح الطعام في نزع بقع العفن من الملابس. ممكن نعمل عجينة من عصير الليمون والملح وملح الطعام.
نحط مع معلقة من النشا، ونفرد العجينة دي على العفن داخل الأقمشة، ونعرض الصوب لحرارة الشمس. خلي القماشة أو الملابس اللي بها بقع عفن في حرارة الشمس، عليها الملح وعليها ملح الليمون وعليها الملح، هنلاقي أو عصير الليمون والملح سوري. وبعد كده حتى تجف العجينة قبل الغسيل. وبعد كده لما نغسل الملابس بعد جفاف العجينة هنلاقي الملابس اختفت منها هذه يا جماعة العفونة أو الكمكمات اللي بتبقى في الملابس نتيجة ظروف ما. أتمنى الفكرة دي تكون عجبتكم. دي لأول مرة أكيد هتستخدمي ملح الطعام، واستخدميه جميل جدا ونافع جدا ومفيد. كمان هي ملح الطعام هنا ممكن تضيفي حوالي كيلو من ملح الطعام أو نص كيلو تقريبا على المسحوق بتاعك، يبقى ضفنا حوالي 3 كيلو أو 4 كيلو لحد دلوقتي. هيبقى حلو قوي يا جماعة ومفيد جدا للغسيل، وده بيحافظ على اللون. كمان ملح الطعام بيحافظ على لون الملابس ويعتبر مثبت للألوان. بيعمل على يعني بيخلي اللون بيحافظ على زهو الملابس الملونة، بيخلي اللون مزهزه كده وحلو. ودي يعني فكرتي أنا في استخدام ملح الطعام. أتمنى تستخدموه. ده أكيد أول مرة تعرفي إن ملح الطعام مفيد جدا في غسل الملابس، وفي هيزود المسحوق بتاعك وهيدي نتيجة فعالة جدا في الغسيل، وكمان موفر عليكي. يبقى الملح الطعام ده رخيص جدا، ممكن يجيبوه من ملح فلت يا جماعة. الكيلو تقريبا ب5 جنيه يعني. بجيبه أنا فلت، بستخدمه لتنظيف الطيور والغسيل وكده، بيبقى حلو خالص. أتمنى الفكرة دي تكون عجبتكم. المكون بعد كده الخامس، المكون الخامس بقى واللي هو هيزود النسبة معاك وهيوفر معاكي جدا وهيضاعف نسبة المسحوق يا جماعة، وهو الكربونات أو الصودا. الكربونات دي حلوة قوي قوي في الغسيل يا جماعة، ومهمة جدا للمحافظة على غسالتك، وكمان بتحافظ لك على الغسالة من أولا تخلصنا من الرواسب المعدنية، تجعل الملابس أكثر نعومة ومفيدة جدا للأشخاص اللي عندهم حساسية في الجلد. تعتبر الصودا أو الكربونات يا جماعة مبيض ومنعم طبيعي للملابس. الصودا أو الكربونات تعتبر تعمل على تفكيك الخلايا البكتيرية من الأقمشة، وتعطينا نتيجة مثالية للغسيل، وكمان بتدينا نتيجة مثالية للتنظيف. الحاجات دي المكونات دي موفرة جدا يا جماعة، ومكونات سهلة، وأظني محطوطة عندك في الغسيل. تعتبر كمان الكربونات أو الصودا مع الكلور في الغسيل تعطي نتائج رائعة وحلوة قوي في الغسيل كله. أكيد فيه كربونات يا جماعة، ولما انت كمان بتضيفي بتقللي من كمية الرغاوي اللي في المسحوق العادي اللي احنا حطيناها، نظرا لوجود الكلور في الكربونات. فبتعمل على تحويل الماء اليسر إلى ماء عسر. تتغلغل الصودا في أنسجة الملابس، وبتبقى ليها دور فعال جدا في تنعيم وتنظيف الملابس بشكل مثالي وبشكل أمثل، وتديكي نتيجة ناجحة جدا بإذن الله. المكونات بتاعتنا دي يا جماعة مكونات رائعة، وهتضاعف عندك كمية المسحوق. تقدر تتحدي بيها الظروف اللي احنا فيها دي. وكمان بدل ما تشتري الشكارة اللي انا مشتريها دي ب300 جنيه، يعني انت كده هتضاعف كمية المسحوق عندك. وكل ما تجيب شكارة كده انا هعمل برضو. ممكن على فكرة في المسحوق العادي، مسحوق الغسالات العادية، برضو اضاعف الكمية برضو بنفس المكونات يا جماعة. انا بس ممكن ما اضيفش قوي الملح الليمون وقلل الكربونات في الغسالات العادية، عشان انت بتبقي محتاجة الرغوة. هو ده لو استفدتوا من وصفة النهاردة يا ريت ما تنسوناش في الاشتراك واللايك بالله عليكم، لتفعيل زر الجرس عشان يصلكم كل ما هو جديد في قناتنا. وإن شاء الله هنجيب لكم كل ما هو جديد ومفيد في عالم التوفير والاقتصاد إن شاء الله. أنا حابة أن أنا أجيب لكم وصفات عصرية ووصفات مفيدة تسهل عليكم وتيسر عليكم حياتكم. مش عايزة أجيب وصفات مكررة، ومش عايزة كمان إن احنا يعني أنا تلاقوني بعيدة عن الأكل والشرب اليومين دول،
احنا الواحد بيجيب وصفات بتحاول تيسر عليكم حياتكم في الظروف اللي احنا فيها دي، وتحاول ان احنا نعدي من الازمة الاقتصادية الموجودة فيها البلد. اتمنى ان يعني او الازمة العالمية اللي بتعرض لها العالم كله، حوالينا كمية من الضغوط، سبحان الله سبحان اللي يعدينا منها يعني. وان شاء الله هنعدي بكل نجاح ويسر والسلام، بس نبقى ايدينا مع ايدين بعض ونفكر. عايزين أفكار خارج الصندوق، وأفكار تيسر عليك حياتك، وأفكار تيسر عليكي الحياة جوا المطبخ، أو الحياة جوا داخل المنزل. أفكار اقتصادية وأفكار سهلة وبسيطة وسريعة. أتمنى الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك. أولا الكمية بتاعت الاريان يعني يمكن أنا عايز أجيبها. أنا بعدت عنكم يا جماعة، بعدت عن وصفات الأكل والشرب. اليوتيوب مليان بوصفات الأكل والشرب واللحوم والخضار والفواكه، لكن أنا يعني مش عايزة أكرر يعني حاجات. كل ما تبغوه وما تشتهوه موجود على اليوتيوب. عايزة أجيب لكم حاجة يعني تستفادوا منها، تكون موفرة ليكي، توفر لك الميزانية، توفر لك دخلك، تخليكي ازاي تعرفي تدبري ميزانيتك، ازاي تعرفي تدبري دخلك في شهر او في سنة او في الظروف اللي احنا فيها دي. سبحان الله، يعني انتم ملاحظين ان الاسعار الدولار شطحت بقت 69 والذهب بقى ب4000. طب احنا هنروح نجيب اوتوماتيك ب500؟ ما هي يا ريت بس ترسى على الاوتوماتيك. ما احنا عايزين كل حاجة، والاسعار تضاعفت 3 اضعاف. فعايزين نفكر بره الصندوق، ونحاول ان احنا نبقى عندنا افكار ابداعية وافكار ابتكارية، تخلي انك انت تقدري تعيشي نفس الظروف او ظروف مقاربة للي كنا عايشينها قبل كده. يعني هتحاول انك انت، طبعا احنا عاوزين نوفر في الميزانية ونوفر في مصروف البيت بأقل التكاليف. الفكرة دي أنا يعني عجبتني جدا، وأتمنى إن هي تعجبكم كمان، وتحاولوا إنكم انتوا تطبقوها عشان تستفادوا من كل الأفكار اللي أنا جبتها لكم في الفيديو. 5 إضافات أو مكونات حلوين قوي، ولو ضفتيهم إن شاء الله هتضاعفي بيهم كمية الاريال، ومش هتدفعي كل شهر أو كل شهرين، هتدفعي كم مبلغ وقدره. فأنتي بقى خليكي ذكية وخليكي أفكارك إبداعية كده، ونحاول إن احنا نعمل المسحوق أو نضعفه بحاجات سهلة، وكمان حاجات مش هتقلل في كفاءة المسحوق أو تقلل من كفاءته. ده بالعكس، الحاجات دي هتزود من كفاءة المسحوق، وهتخلي وهتزود من فعالية التنظيف عندك، خليه زيادة في التنظيف وزيادة في التعقيم. هيعقم لك المسحوق هيعقم لك الغسيل، وهيحافظ على أنسجة الملابس، والنتيجة تكون فعالة جدا. الفيديو حلو جدا، فكرة وفكرة حلوة قوي. أتمنى أنكم الفكرة تكون عجبتكم، ولو عجبتكم ما تنسوش اللايك والاشتراك بالله عليكم. كمان هتلاقوا كل فيديوهاتنا إن شاء الله خارج الصندوق إن شاء الله الفترة اللي جاية. ما تنسوش اللايك. وفي نهاية الفيديو لا يسعني إلا أن أستودعكم في رعاية الله الذي لا تضيع ودائعه. دمتم في حفظ الله وأمنه وسلامته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.